في السودان، تستمر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثامن على التوالي، على الرغم من الهدنة المعلنة وسط زيادة كبيرة في عدد الضحايا، والذي قدرته منظمة الصحة العالمية بنحو 413، في حين يتحدث مصادر أخرى عن أكثر من 700 شخص قتلوا ونحو 5000 مدني جرحوا. يتمتع الأمن بحضور ضعيف في المناطق المصابة، وتشهد بعض مناطق العاصمة السودانية الخرطوم نهبا وسرقات واسعة، في ظل تقريبا عدم وجود حركة في وسط الخرطوم وشرقها. وتستمر المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب الخلافات في عملية الاندماج، مما أدى إلى تأجيل توقيع اتفاق نقل السلطة إلى المدنيين المقرر في الأول من أجله. وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم انقطاعا شاملا في خدمات الكهرباء ونقصا كبيرا في المواد الأساسية بسبب نفاذ المخزونات وإغلاق الأسواق والمحلات، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي بحظر التجول. يتردد السكان عن الخروج، في حين تشير التقارير إلى أن معظم الضحايا المدنيين توفوا جراء تعرضهم للرصاص الطائش أو شظايا الذخيرة. وتمت مشاهدة عدة ضربات جوية نفذتها قوات الجيش في غرب أمدرمان وجنوب الخرطوم، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني وقتل وإصابة عشرات المدنيين، فيما رصدت أعمدة دخان كثيفة في منطقة قرب مطار الخرطوم الدولي ومحيط القيادة العامة.